السلام عليكم حبايب قلبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ورجعنا وياكم فيديو جديد من مطبخ الحجية. واليوم قاعد نسوي مرقة قطع من الدجاج. احنا نسميها بالعامية مرقة سلق، يعني بس كركم وبصل وثوم ونحن نسلقهن، نضيف عليهم مية، تصير نسميها احنا مرقة سلق. وبعض الناس يسمونها بالأرياف يسمونها مرقة صلي. مرقة صلي شنو بعدها؟ اي والله هم يسمونها هيك، ما جبتها من عندي هاي. فحبايبي خليكم ويانا اما نخلي البهارات. وهسه راح نخلي عشوبة الكركم عليها. اذا شفناها شوية محتاجة بعد نضيف لها بعد. خليكم ويانا مع الفيديو. هسه يا حبايبي ضفنا لها مي على مود تغلي، ونبقى وياكم. وضفنا لها نومية ونوم بصرة. هسه راح نخليها تغلي، ورا ساعة نجي نشوف. تحياتي لكم وابقوا ويانا على الفيديو. هسه يا حبايب قلبي بدأت مرقتنا تفور، وهاي النومية البصرة ملعلعة فوق. إن شاء الله تنال استحسانكم، والريدة من عندكم هو اللي تكثرونا باللايكات والتعليقات الحلوة مع مطبخ الحجية. وحياكم الله، وخليكم ويانا نهاية الفيديو. علمتني الحجية دائما نريد نطبخ مرقة السلق نخلي وياها طماطية. هاي الطماطية فتعطيها طعم يعني لاذع شوية وحلو طيب. هاي الطماطية راح نخليها. وابقوا ويانا حبايب قلبي. هي دائما من تطبخ مرقة السلق تخلي وياها هاي الطماطية كاملة، وطماطية صغيرونة تقطعها. تحياتي لكم وخليكم ويانا. وهسه يا حبايبي نبدأ نغسل التمن على مود نطبخه احنا وياكم. هذا تمن عنبر يسمونه، العفو تمن عنبر، هذا تمن باشاور. تمن باشاور، ولازم شوية نغسله نوخر من عنده المادة هاي البيضة اللي تطلع من عنده على مود شنو لا يعجن. وخليكم ويانا لنهاية الفيديو. يا الله يا حبايبي، بعد ما غسلنا التمن نتركه ينقع شوية وبعدها نطبخه. خليكم ويانا. هسه يا حبايب قلبي بدينا نهدر التمن. ان شاء الله هو جهز، بس على التهدير على نار هادئة. تشوفوا تمن يخبل. اللهم صل على محمد وآل محمد. وما أحب أذكركم مرة ثانية، لأن أنتم ما تنسون إن شاء الله اللايك والاشتراك والسبسكرايب والتعليق الحلو. وحياكم الله وابقوا ويانا.